السلام عليكم. ناس كتير شايفة إن السعودية دلوقتي بتعمله وإن هي عمالة تضخ استثمارات في الأندية، والأندية بتضيع الفلوس دي على لعيبة بمئات الملايين، وشايفة إن طبعا اللعيبة دي ما تستحقش الفلوس اللي بتصرف عليها، وإن ده هدر مال وتبذير وي 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 كلام كتير جدا. نفس الناس دي مقتنعة إن أكيد السعودية بتعمل ده من باب التسويق، بس شايفة إن الفلوس دي كده أوفر، يعني بتصرف بزيادة بدون داعي. طب تعالوا نتفق قبل ما نحكم هو صح ولا غلط، ولا اللي بيحصل ده مفيد ولا لا، على أسس التسويق. من خلال خبرتي أكتر من 10 12 سنة في مجال التسويق سواء في مصر أو السعودية، شركات سواء صغيرة متوسطة أو حتى الكبيرة، كل الشركات دي بتتبع قاعدة واحدة في تحديد ميزانية التسويق. إن إحنا لما بنيجي نحط ماركتنج بادجت لمشروع أو لشركة أو لسنة، بنقول إن إحنا محتاجين نتأكد من حاجتين أساسيين. إيه هما الحاجتين دول؟ أول حاجة، إيه هي الأهداف المطلوب تحقيقها؟ تاني حاجة، إيه هي الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف؟ يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي أنا عايز أعمل في شركتي السنة دي 100 مليون مبيعات، وهو ما عندوش ميزانية أو موارد تقدر تخلينا إحنا كاستشاريين تسويق أو قسم تسويق نستغل الموارد دي إن إحنا نحققها. وبالتالي فلازم يكون في أهداف واضحة وموارد محددة مناسبة للأهداف دي. طيب تعالوا بقى نعكس ده على اللي بيحصل في السعودية. أنت دايما بتقارن ميزانية نادي بميزانية دولة كاملة. اللي بيحصل في السعودية زي ما احنا قلنا من شوية، احنا متفقين إن ما هو مش استثمار للنادي ولكن هو استثمار للمملكة بالكامل. طيب السعودية بالكامل إيه أهدافها وإيه الموارد المتاحة عندها؟ تعالى نبدأ من الأسهل. إيه هي الموارد المتاحة عندها؟ السعودية كمملكة أو كدولة في الوطن العربي تعتبر أكبر دولة عندها موارد، سواء مالية أو نفط أو آه، تغطيها عشرات السنين لقدام، ووفرة من السيولة كبيرة جدا. اللي كان بيحصل قبل كده إن السيولة دي بتفضل موجودة على جنب ما بتستغلش، تمام؟ طيب ده معناه إن هم عندهم موارد كبيرة جدا ولكن مركونة ما بتتصرفش. طيب ايه اهدافهم؟ هو ده بقى اللي اتغير. الاهداف بتاعت السعوديه اتغيرت بالكامل مما كان قبل كده، لان هي تحط اهداف اعلى من مستوى اهداف دول الوطن العربي بالكامل، ومش بس تنافس بيها الامارات ودبي، لا تنافس بيها دول العالم بالكامل. الاهداف دي اتقسمت لقطاعات كتير، من ضمنها قطاع السياحه. عندك خلال الثلاث سنين الحاليين 23 و24 و25 ثلاثة من أكبر المشاريع السياحية اللي هيبقوا موجودين في العالم بأكمله. ماشي، من ضمنهم نيوم، من ضمنهم القرى السياحية، من ضمنهم حاجات كتير جدا ممكن تسيرش على النت وتعرفها. بالإضافة للاقتصاد، الاقتصاد اللي بيعتمد على القوى الشرائية. القوى الشرائية دي هتيجي لما شركات تبقى موجودة كتير توفر وظائف كتير برواتب عالية، فالمواطنين والمقيمين يبقى عندهم دخل عالي يقدروا يشتروا بيه حاجات أكتر وحاجات أغلى. الحاجات دي كلها بتتحرك امتى؟ كل ما الاقتصاد بينمو. دول هدفين من كذا هدف عند الدولة أو عند المملكة، محطوطين بأرقام كبيرة جدا عايزين يحققوهم تحت مظلة اسمها رؤية 2030. الأهداف دي هي كبيرة جدا، وبالتالي فلو جينا نقيم الوضع، فالسعودية دلوقتي عندها موارد كبيرة جدا وحطت لنفسها أهداف كبيرة جدا عايزة تحققها. الأهداف دي المشترك فيها هو شق التسويق. التسويق اللي عايز يبرز ان المملكه عندها الموارد، عندها بنيه تحتيه، عندها قدرات، عندها فكر استثماري، عندها. ايه اسهل حاجه يعملوها تسويقيا؟ اكتر حاجه الناس بتهتم بيها في العالم حاليا الا وهي كره القدم. وبالتالي راحوا اشتروا نادي في الدوري الانجليزي نيوكاسل، بداوا يجيبوا اغلى اللعيبه واكتر اللعيبه شهرة على السوشيال ميديا. اللعيبه دي كل واحد فيهم بيدفع له فلوس من اي شركه صغيره لبوست واحد عشان يقدر يوصل الشركه دي لملايين من المشاهدات. تخيل اللعيبه دي كلها لما تبقى موجوده في السعوديه تتكلم عن التطور بتاع السعوديه وتظهر قد ايه قوه السعوديه من موارد. كل ده بالطبع محتاج صرف كبير جدا عشان تجيب اللعيبه دي كلها. طب الصرف بيجي منين؟ من الموارد المتاحه. اللعيبه دي كلها هتحقق لك اعلى مردود تسويقي تقدر توصل له من خلال اي قناه تسويقيه تانيه. وبالتالي اللي بيحصل ده هو تسويق فعال يتناسب مع حجم الموارد المتاحه في المملكه، ويؤدي الغرض المطلوب لتحقيق الاهداف الموضوعه للمملكه في رؤيه 2030. وبالتالي اللي بيحصل ده
بيحصل بشكل مدروس وممنهج. بيتحط ليه ارقام احنا ما تعودناش عليها قبل كده، واغلب الدول ما تعودتش عليها، ولكن متناسب مع وضع المملكه. وبالتالي فاللي بيحصل ده مش تبذير ومش افوره ومش رمي فلوس على الارض، ولكنه فعلا بيخدم ده. واللي موجودين في السعوديه اخر سنتين ثلاثه هيحسوا بحجم التطور اللي بيحصل في كافه القطاعات. فالصراحه ما قدامناش غير ان احنا نقول شابوه للسعوديه.